عايز اقول لك على 3 حاجات لما تعملهم. التفكير الزياده، الاوفر ثينكينج اللي انت طول الوقت بتشتكي منه، بيخليك انك انت ما تبقاش عارف تنام او تقعد مع اصحابك او تتفرج على فيلم. الموضوع ده مش هيتغير غير لما تبقى عارف هو بيجي امتى. فانت محتاج انك انت تبقى بتحطه على ورقه وقلم، رصدك لنوع الافكار وللوقت اللي بيجي فيه التفكير الزياده. ده هيساعد كتير جدا انك انت تبقى واخد بالك تاني يوم ايه اللي بيخليك تبقى قاعد مشغول بحاجات الله اعلم هي مهمه ولا لا. تاني حاجة، التفكير الزيادة هو بسبب انك انت بتفكر في المستقبل كتير جدا او في الماضي، فانت محتاج انك انت تبقى بتفكر في الحاضر. فايه الحاجات اللي ممكن تساعد جدا؟ التأمل والمايندفولنس او التمرينات اليقظة. وانا ابتديت على اليوتيوب شانل في فيديوهات مخصصة لده، فارجع لليوتيوب شانل علشان تلاقي التمرينات اللي تساعدك في ده. تالت حاجة، القلق والتوتر بتاعنا بيخلينا طول الوقت نبقى بنفكر في أسوأ سيناريو ممكن يحصل في كل موقف. فحاول تعمل بقى ميكس ما بين أسوأ سيناريو وأحسن سيناريو. فأنت طول الوقت محتاج إنك أنت تدمج ما بين أسوأ سيناريو وأحسن سيناريو علشان تفكير ده يقل. أنا محمد علي، دكتور نفساني.